الكبسولة دي هنتكلم عن التضخم. يعني ايه التضخم؟ قاعدين بنسمع كتير قوي وكلام كتير، ويطلع الاعلاميين والمسؤولين والوزراء واصل التضخم زادت اسعاره والدنيا ودي اثرت على زيادة الاسعار وعاوزين نحد من التضخم. طب يعني ايه التضخم؟ نشوف التضخم باختصار شديد ايه. انا النهارده واحد ساعات نقول خده بيورم، بيحصل له نوع من انواع التضخم او الالتهاب عنده، يبقى انا زودت الحاجه اللي موجوده اللي عندي عن الشيء الطبيعي بتاعها. طب نقيس الكلام دوت مثلا على الفلوس. التضخم يعني ايه؟ انا راجل موظف باخد 1000 جنيه في الشهر، كويس قوي. كيلو الرز مثلا ب5 جنيه، يبقى انا الراتب بتاعي ال1000 جنيه يجيب لي 200 كيلو رز في الشهر. طب ده كويس قوي. طب جت الحكومه او الاسعار زادت، يعني تضخمت الاسعار، يعني التهبت الاسعار، يعني زادت الاسعار. كيلو الرز بدل ما هو ب5 بقى ب8 جنيه. معنى كده ان انا ال1000 جنيه بتوعي بدل ما يجيبوا لي 200 كيلو رز بقوا يجيبوا لي 138 كيلو رز. يعني انا الكميه قلت اللي كنت باخدها. يعني انا بدل ما كنت ليا 200 كيلو بقيت اخد 138. ده التضخم باختصار شديد. الفلوس او الدخل بتاعي زي ما هو، السلعه والخدمه اللي انا بحصل عليها قلت. فنقول والله مثلا مثال، طماطم في بدايه الموسم بتبقى والله الكيلو بتاعها ب10 جنيه، فانا ال1000 جنيه بتوعي يجيبوا لي 100 كيلو طماطم. طب ده كويس قوي. التضخم هنا عرفنا دي بقد ايه. طب زادت بعد كده بقت ب12، يبقى انا ال100 كيلو اللي هيجوا لي يقل. طيب الحل ايه علشان اقضي على التضخم؟ هل ليه حلول ولا لا؟ انا من انصار لا يوجد شيء تحت هذه السماء ليس له حل سوى شيء واحد بس، ميت نقول احييه، شغل المولى عز وجل. ما دون ذلك مشاكل نستطيع ان نقوم بحلها. طب الحل للتضخم ايه؟ عندنا 3 اشياء. واحد، ان انا ازود الانتاج اللي موجود بالكامل، بدل ما بنتج 10 كيلو انتج 100 كيلو. طب انتج 100 كيلو ازاي؟ الناس بدل ما بتشتغل ورديه تشتغل 2، بقى يحسن الانتاج بتاعه. بدل الفدان ما بيطلع 5 طن نخليه يطلع 7-8 طن، الانتاج يزيد، يبقى السعر يقل، او على الاقل احافظ على السعر. طب ما زودناش الانتاج، ما عندناش ارض، ما عندناش ميه، النور مقطوع، طب نعمل ايه؟ نقول له ايوه نعمل حاجه تانية. الحاجه التانية تكون ايه بقى؟ والله ان احنا نسيطر على الاسعار انها ما تزيدش. طب نسيطر على الاسعار ازاي؟ ده يجي بقانون يطلع حاجه اسمها في الدنيا كلها، الدول الرأسمالية، الدول الاشتراكية، الدول الإسلامية، أي دول زي حالتنا، في حاجة اسمها حد أقصى لهامش الربح. يعني إيه؟ أنا كلفت الطن الطماطم بتاعي كلف له مثلا 2000 جنيه، ممنوع إن أنا أبيعه ب10، مفيش كلام من ده. يبقى أنا بعته ب5 أضعاف الثمن بتاعه، ب500 ل100، ما يجيش ده. عادة في العالم كله نقول هامش الربح بيبقى ايه؟ النسب بتاعته. اي حاجه ملابس نسيجيه في حدود ال20%، غذائيه في حدود ال25%، هندسيه اللي هي الثلاجات والغسالات والمكاوي والمراوح 30%، التعدينيه اللي هي الحديد والاسمنت والاسمده والسيراميك والفحم والالمونيا والورق وخلافه 35%. يبقى انا النهارده لو حطيت للدوله حطت قانون اسمه الحد الاقصى لهامش الربح، انا هسيطر على الاسعار. طيب يبقى ازود الانتاج، ده حل. 2، احط حد اقصى لهامش الربح، تمام. طب الحكومه حطت حد اقصى ومفيش حد التزم بيه. لا يمكن ال90 مليون الحكومه هتجيب 90 مليون عسكري يقفوا ورا كل واحد وهو بيبيع، ضد المنطق. فهنا نستخدم منظمات المجتمع المدني، احنا نراقب حاجتنا. احنا ليه نستنى الحكومه تجيب عسكري يراقب لنا؟ ما احنا نراقب حاجتنا. يبقى انا سيطرت على التضخم كده، يا زودت الانتاج بتاعي فالمعروض زاد فالسعر لوحده بينزل. مفيش الكلام ده. احط حد اقصى لهامش الربح اللي موجود، الحكومه تطلع قوانين بحد اقصى لهامش الربح. 3، منظمات المجتمع المدني اللي احنا كلها، اللي هو بقى ايه؟ حمايه المستهلك، مواطنون ضد الغلاء،
مواطنون مسيطرون، الجمعيه الفلانيه في كل مدينه، في كل قريه، في كل محافظه يبقى في مجموعه من المنظمات المجتمع المدني اللي تسيطر على الاسعار وتبلغ عن المواطن اللي هو او التاجر المستغل حاجه الناس في السوق السوداء بيبيعها، بيخزن الحاجات علشان يسحبها من السوق والسعر يشد وهكذا. يبقى انا كده ده التضخم عرفناه ايه وتاثيره ازاي والعلاج بتاعه نقدر نعمله ازاي. شكرا ونقابلكم الحلقه الجايه.